بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وخاتم النبيين وعلى آله وصحبه، أما بعد. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يوم الجمعة، وما أدراك ما يوم الجمعة. يوم عظيم، يوم جليل، هو اليوم الذي خلق الله عز وجل فيه آدم، هو اليوم الذي أدخل الله فيه آدم إلى الجنة، هو اليوم الذي أخرج فيه آدم، هو اليوم الذي ستقوم فيه الساعة، بل يقال أنه هو يوم الزينة الذي انتصر فيه موسى على السحرة، وأن يحشر الناس ضحى، موعدكم يوم الزينة، كان يوم الجمعة. يوم الجمعة يوم عيد للمسلمين، لكنه في هذه الأيام بدأت الناس لا تهتم لهذا اليوم ولا تبالي به، صار يوما كغيره من الأيام، صار يوم كسل مع أنه يوم نشاط، بل نهى النبي عليه الصلاة والسلام أن يفرد بالصوم حتى يكون الإنسان فيه نشيطا، حتى يكون الإنسان فيه قويا مستعدا لعبادة الله جل وعلا. هو يوم العبادة، هو يوم الذكر، هو يوم الدعاء، هو يوم الصلاة، هو يوم طاعة الله عز وجل. يوم الجمعة يوم عيدنا أيها المسلمون. هل عودنا الأسرة والبيت على استقبال هذا اليوم استقبالا جميلا؟ أول استقبال لهذا اليوم أن تستعد من ليلته، تستعد من ليلة الجمعة، فيستحب أن تقرأ فيه سورة الكهف سواء ليلة الجمعة أو يوم الجمعة. أيضا يستحب لك أن تبدأ يومك بصلاة الفجر، بل واجب، وأفضل صلاة في الأسبوع صلاة الفجر يوم الجمعة، أفضل صلاة في الأسبوع. وكان النبي يقرأ فيها بسورة السجدة والإنسان، يطيل فيها في الصلاة، صلاة عظيمة حرمها كثير من الناس. يوم الجمعة بعد الفجر تعرف ما الذي يحصل؟ يوم الجمعة بعد الفجر كل الحيوانات على وجه الأرض تستعد، كل جمعة بعد الفجر، من الفجر إلى طلوع الشمس تصيخ آذانها، أي تستمع، كل حيوانات الأرض تستمع في ذلك اليوم من الفجر إلى شروق الشمس. تستمع إلى ماذا؟ تستمع إلى نافخ الصور، لأن الله جعل فيها فطرة أنها تعلم أن يوم الجمعة بعد الفجر ستقوم الساعة، ولهذا الحيوانات تستعد، إلا ابن آدم. إلا ابن آدم للأسف يوم الجمعة تجد كثيرين منهم لا صلوا حتى صلاة الفجر، ولا بدأوا يومهم بالذكر ولا بالدعاء ولا بالاستعداد لهذا اليوم. يوم عظيم ويوم جليل. أمرنا في هذا اليوم أن نتطهر، أن نغتسل، أن نتطيب في هذا اليوم. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام: غسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم، يعني كل بالغ، كل بالغ في ذلك اليوم يجب عليه أن يغتسل، سواء كان استحبابا أو وجوبا. المهم هذا يوم طهارة، يوم نظافة، يوم استعداد، يوم طيب، أن يتطيب الإنسان أجمل طيبه، أن يستعد باستيقاظه مبكرا وبالاغتسال وبالتجهز، يلبس أحسن ملابسه وأنظفها. وكان النبي عليه الصلاة والسلام عنده رداء جعله ليوم الجمعة، وهكذا كان يفعل الصحابة، يتجهزون لهذا اليوم، وكانوا يغتسلون وكانوا يتطيبون وكانوا يتطهرون. علم أولادك، قوموا في يوم الجمعة اغتسلوا وتطهروا وتطيبوا وتجهزوا. بعض الناس يذهب إلى يوم الجمعة بلباس العمل أو بلباس عليها طعام وشراب ورائحة نتنة وغيرها. أخي الحبيب، أخي الكريم، تجهز ليوم الجمعة، يوم عظيم. أيضا من الأمور المستحبة في يوم الجمعة أنه يوم نشاط. كيف يوم نشاط؟ أن تقوم يوم الجمعة مبكرا. وانظروا الناس اليوم ماذا يفعلون. يوم الجمعة عندهم يوم نوم، مع أن مفروض يعني عكس هذا، يفترض في يوم الجمعة أن نقوم مبكرين، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من غسل يوم الجمعة واغتسل بكر وابتكر. حتى أخبر النبي عليه الصلاة والسلام أنه من جاء في الساعة الأولى، يعني إذا دخل إلى المسجد في أول ساعة. متى تبدأ الساعة الأولى؟ قال بعضهم بعد الفجر، يعني يصلي الفجر ويروح يغتسل ويروح المسجد. وقال بعضهم بعد طلوع الشمس، والعلم عند الله. المهم مبكر. قال وبكر وابتكر، يوم نشاط. ولهذا من جاء في الساعة الأولى فكأنما قرب بدنه. العجيب أنك تشوف بعض الناس أثناء الخطبة يتوافدون. يمكن بعض المساجد للأسف عند أذان الثاني، أذان الخطيب، أذان الخطبة، تجد ثلث المسجد موجود، والثلثين ما يأتون إلا أثناء الخطبة، وبعضهم يدرك الركعتين وبعضهم يدرك الركعة الواحدة. أي نشاط هذا! يوم الجمعة يوم نشاط
ولهذا قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله. القضية تحتاج إلى نشاط، إلى همة. بعض الناس يقوم حده حتى ما يلحق حتى يغتسل، ويقوم أولاده من النوم يلا نلحق على ركعتين. كسل وفتور. وبعض الناس للأسف إذا جاء نشيطا إلى يوم الجمعة وجاء مبكرا ما يجلس في الصفوف الأول، يجلس في الصفوف الخلفية. شوف الأخطاء التي يقع فيها الناس. ليش يا أخي الكريم؟ يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا حضرتم الذكر يعني يوم الجمعة فادنوا من الإمام، يعني اقترب في الصف الأول ثم الثاني ثم الثالث، فإن الرجل لا يزال يتأخر حتى يؤخره الله في الجنة، في درجات الجنة، وإن دخلها. حتى لو دخل الجنة ما يدخل في الدرجات الأولى العالية. وبعض الناس يأتي مبكر لكن يجلس في الصف الخلفي أو في آخر المسجد. تعرفون ليش؟ علشان إذا انتهت الصلاة خرج مسرعا. للأسف لا يحرص على حتى الصفوف الأول. أيضا يوم الجمعة يوم عظيم يستحب فيه في هذا اليوم أيقظ أولادك، أهلك، يقومون من الصباح الباكر يقرؤون القرآن. يوم ذكر وقرآن. ومن قرأ فيه سورة الكهف جعل له نور إلى الجمعة الثانية. نور يجعل لك من جمعة إلى أخرى. جهز أولادك، أيقظ أهلك. قرأتم سورة الكهف؟ طيب حتى لو قرأتم اقرأوا غيرها من القرآن. يوم فيه يصلى فيه على النبي عليه الصلاة والسلام. يوم الجمعة يستحب فيه الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام. وما صلى علي صلاة صلى الله عليه بها 10. أكثر فيه من الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام. اسمع لهذا الحديث، حديث عظيم يبين فيه النبي عليه الصلاة والسلام أجر الذين يذهبون لصلاة الجمعة مبكرين مستعدين مهتمين لصلاة الفجر. قال: من غسل يوم الجمعة واغتسل وبكر وابتكر ومشى ولم يركب. يا أخي الكريم، إذا كان المسجد قريبا لا تحرك السيارة، امش وأتي مبكرا حتى لا تسطع الشمس على رأسك. اخرج مبكرا إلى المسجد ومشى ولم يركب. تعرف ما أجرك؟ كانت خطواتك إلى المسجد كل خطوة أجر سنة صيامها وقيامها. هل تصدق؟ كل خطوة كأنك صمت سنة كاملة وقمت سنة كاملة. هذا حديث صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم. ائت مبكرا، عود أولادك يتطيبون يتجهزون. هذا يوم عيد المسلمين يلتقي فيه أهل الإسلام في ذلك المسجد. لا تصلي وتخرج مباشرة، لا يا أخي الحبيب. يوم الجمعة يوم لقاء، أفشوا السلام بينكم. هذا الذي ما رأيته، لأن الجمعة ليست كصلاة الجماعة. صلاة الجماعة يصلي أهل الحي، لكن صلاة الجمعة يصلي أهل الأحياء. عدة أحياء يصلون في مسجد واحد، ويأتي الناس من مناطق بعيدة، من مكان بعيد، فتسلم على هذا وتصافح هذا وتسأل عن هذا وترحب بهذا وتعانق هذا. هذا من أهداف يوم الجمعة. فإذا علم أولادك وعلم نفسك، إذا سمعت الخطيب فأنصت واستمع ولا تلغ أبدا حتى لا يضيع عليك الأجر. يوم الجمعة إذا جئت مبكرا إلى المسجد يوم الجمعة استغل الوقت يا عبد الله بقراءة القرآن والصلاة. كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: صلى ما قدر له، يعني صلى ركعتين ثم سلم، ثم ركعتين ثم سلم، ثم ركعتين ثم سلم. صل ما شئت حتى يقوم الخطيب على المنبر. فالباب مفتوح للصلاة. تارة يصلي، تارة يقرأ القرآن، تارة يدعو ربه، تارة يصلي على النبي، تارة يذكر الله، تارة وتارة. استغل الوقت قبل صلاة الجمعة. تعال مبكرا، تجهز، تطيب، البس أحسن الملابس، علم أولادك. والله من ترك الجمعة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم 3 جمع تهاونا طبع الله على قلبه. البيع لا يجوز إذا بدأت الخطبة، وبعض الناس عند المساجد يبيعون لا يبالون. البيع باطل ومحرم وآثم من يبيع ويشتري إذا بدأت الخطبة. إذا نودي الأذان الثاني، أذان الخطبة: إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. هذا خير لك يا عبد الله. استمع واستفد من يوم الجمعة.
أيضا الجمعة لا تقتصر على خطبة الجمعة. بعض الناس يظن إذا صلينا الجمعة وخطب الإمام الجمعة وصلينا صلاة الجمعة انتهى فضل يوم الجمعة. لا، فضل يوم الجمعة يستمر ويبقى حتى تغرب الشمس في ذلك اليوم. طيب ماذا يوجد؟ يوجد بعد العصر إلى المغرب وقت فضيل. بعد العصر يوم الجمعة إلى المغرب وقت جميل، وقت فضيل، وقت عظيم. تعرف ما أجره وما فضله؟ في هذا الوقت ساعة لا يوافقها عبد يسأل الله تعالى من خيري الدنيا والآخرة إلا أعطاه الله ما سأل. هذا بعد عصر يوم الجمعة إلى الغروب، الساعة المستجابة. أخي الكريم، إنه يوم عظيم، إنه يوم عيد للمسلمين. شرع الله عز وجل لنا فيها شرائع، وعلمنا فيها آداب، وحثنا على بعض الأمور، فلنجعل هذا اليوم مميزا لا كغيره من الأيام، ولنعود أولادنا على مثل هذا اليوم. لا نفعل كما يفعل بعض الناس، لا يدري عن صلاة الجمعة ولا عن ذكر يوم الجمعة ولا عن القرآن يوم الجمعة ولا الصلاة على النبي يوم الجمعة. ربما أمضى ذلك اليوم كله بالنوم وضيع الفضل عليه وطبع على قلبه. أيها الإخوة والأخوات، إنه يوم الجمعة. نسأل الله جل وعلا أن ينفعنا بهذه الكلمات وأن يتقبل منا صالح الأعمال. حتى نلقاكم إن شاء الله في حلقة مقبلة. استودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.